من بعد الانتقادات الكبيره اللي تعرض لها وليد الركراكي والاختيارات البشريه اللي كيدير مع المنتخب المغربي، كان ان حان الوقت باش ان وليد الركراكي يحيد العاطفه ويدخل اللاعبين اللي كيستحقوا انهم يلعبوا رسميين. وانا غنقول لكم التشكيله اللي تقريبا متفق عليها 99% من المغاربه، واللي كيقولوا ان هذه هي التشكيله اللي خصها تدخل في المقابله الجايه. من بعد ما المقابله ديال النيجر فضحات لنا بزاف ديال اللاعبين اللي قدموا اداء اللي سيء جدا، حان وقت باش اننا نحطوهم شويه يرتاحوا وندخلوا من يستحقوا حمل قميص المنتخب الوطني المغربي ومن يتالق ومن يلعب رسمي مع الفرق ديالو. بالنسبه لحراسه المرمى حان الوقت باش اننا نعترفوا جميعا ووليد الركراكي انه اعترف بان الكجوي المحمدي افضل من بونو، لهذا كان ان بونو ما خصوش يلعب المقابله الجايه. بالنسبه للدفاع، التألق ديال اكرد كيخليه ديما في الرسميه، اللي غيلعب مع اكرد ليس اليميق وليس لاعب اخر. افضل لاعب ممكن انه يلعب مع اكرد هو الهلالي، اللاعب ديال اسبانيول برشلونه، كيقدم واحد الاداء واعر مع اسبانيول برشلونه، واللاعب اللي باغيينو فراخ كبار في اوروبا. كان ان الفرصه خصها تعطى ليه في المقابله الجايه. بالنسبه لظاهر ايمن، كنعرفوا ان الغياب ديال اشرف حكيمي غيخلينا نرجعوا مزراوي للبوست الاساسي والاصلي ديالو اللي كيلعب فيه مع المان يونايتد. بالنسبه لظهير ايسر كاينين بزاف ديال الاختيارات، كان ان الاختيار الافضل هو العمري، اللاعب ديال فريق رجاء الرياضي اللي كيقدم اداءات كبيره مع الرجاء، وايضا اللاعب اللي جا للمنتخب الوطني قبل الاصابه ديالو وقدم اداء اللي كبير مع المنتخب المغربي. كان انه افضل اختيار في هذا المركز هذا حتى يرجع اشرف حكيمي. بالنسبه للارتكاز، الاداء ضعيف بزاف ديال امرابط، كان ان حان الوقت باش اننا نستبعدوا امرابط لانه لاعب ثقيل وكيضيع كره بزاف وايضا كيتقل الهجمه. تيغر غالين هذا اللاعب هذا صراحه ممتع ومن افضل اللاعبين اللي كيلعبوا في هذا البوست هذا، واللاعب اللي متعنا في المقابلات لا ديال المنتخب الاولمبي ولا ايضا المنتخب قل من 22 سنه، لاعب اللي رائع بامكانيات كبيره ممكن انها تعطى له الثقه في هذه المقابله ونشوفوه مع المنتخب افضل بديل صراحه الامراض في هذا البوست هذا. فنان هذا الدري هذا تبارك الله عليه. بالنسبه للاعبين اللي يلعبوا في خط وسط الميدان، افضل اختيارين هما اللاعبين اللي قلبوا المقابله ديال النيجر وقدروا انهم يرجعوا المنتخب المغربي الفوز اللي كان ضروري منه. الاول هو الخنوس المتالق مع ليستر سيتي، لاعب فنان رائع رقيقي هذا الدري هذا، صراحه الرسميه ديالو اصبحت ضروريه مع المنتخب المغربي. بالنسبه ايضا للاعب اخر اللي مارك البيت الاول واللي رجع المنتخب المغربي للمقابله اللي هو السيباري كنعرفوا شنو كيدير مع ايندهوفن، لاعب رائع، لاعب لعب دوري الابطال وقدم فيه اداءات كبيره، وايضا مع المنتخب المغربي كيقدم اداءات كبيره، لاعب فنان ورائع جدا. هذا اللاعب هذا ممكن انه من نصف فرصه انه يماركي ليك، جوهر هذا اللاعب وربح كبير للمنتخب الوطني المغربي. دياز حدث ولا حرج، النجم الاول للمنتخب الوطني المغربي والابن المدلل واللاعب الذي اعتبره انه هو ربح كبير للمنتخب المغربي. غيلعب معاه بن الصغير ايضا رغم هبوط ديال المستوى ديالو، لكن اللاعب اذا لقى المساحات ممكن انه يقدم لك الاضافه وانه يعطيك تمريرات حاسمه، وممكن ان حتى الزلزولي نشوفوه، لان الزلزولي رغم انه ما كيلعبش مع بيتيس رسمي لكن لاعب كيدخل المنتخب المغربي وكيتقاتل وكيقدم الاضافه وكيتسلل ديما للمدافعين وكيعطي كرات خطيره للمهاجمين. بالنسبه للتسعود بعد التراجع الكبير ديال المستوى ديال النصيري، كنشوف انا النصيري ملي كيلعب مع فاينورد بخشة نصيري اخر مع المنتخب المغربي كيكون ضعيف بزاف. كان ان هذا البوست هذا خصو يلعب فيه رحيمي، خصوصا ان حتى رحيمي المستوى ديالو هبط شويه، الكعبي ما كاينش. كان ان رحيمي افضل لاعب حاليا انه يلعب تسعود مع المنتخب المغربي. هذه التشكيله هذه كان ان بزاف غيتفق معايا فيها، والقليل اللي ما غيتفقش معايا غيكون غير في لاعب ولا في شي لعيبه صغيره، لان هذه افضل تشكيله وافضل اللاعبين ممكن انهم يلعبوا مع المنتخب المغربي في هذه المقابله هذه، ونشوفوا منتخب مغربي متجانس وقوي ورائع. الى عندكم شي اختلاف معايا خلوه لي في كومونتير.